ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي. تعالوا بقى عشان هنعمل حاجه حلوه النهارده. بصوا بقى، ده الرز انا بسلقه الاول في ميه، وده اللبن. طبعا انتوا اكيد عرفتوا دلوقتي احنا هنعمل ايه. تمام، هننزل بقى باللبن ده احنا غالينه. صليتوا على النبي. واحده واحده كده ماشي، وهنقلبه بقى مع بعض. انا كنت ناقعه يا جماعه اللبن ده، قصدي الرز. تمام، وانا بحب اسلق الاول الرز لانه بياخد سوا جامد قوي يا جماعه في الايه، اللهم صل على النبي. الف صلاه وسلام عليك يا رسول الله. بياخد سوا في قلب اللبن، فاللبن بيتشرب وابص الاقي ايه، ما بقاش فيه لبن ولا اي نشف معاه. فانا بروح حاطه ربع الحله ميه اللي انتوا شايفينها دي، واروح نازله بالرز اسلقه الاول، بنقعه وبعد كده بروح سلقاه في قلب البتاع ده، وبروح نازله في الايه، بالرز زي ما انتوا شايفين كده. تمام، برضو هسيبه برضو يتشرب برضو شويه من اللبن وياخد ويدي كده. وهننزل بالسكر بتاعي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بالسكر، هنقلب ونشوف هيبقى محتاج تاني ولا لا. اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا حتى شكله جميل ازاي. قرب كده كمر يا احمد. يعني بيبقى اما بتنقعيه بيدي شكل كده جميل. عايزه اقول لكم بعمله بيبقى حكايه، وطعمه بيبقى حلو ولا اجدعها محلات بره. وطبعا بقى حسب اللبن الدسم اللي انت شارياه. انا بتعامل مع واحده بتجيني كل اسبوع، يعني يا دوبك بيبقى كده جاي من كده، يعني لا مؤاخذه عليا. تمام، حتى بيبقى دافي. صليتوا على النبي. هنكمل تقليب، ومش هحط الفانيليا والنشا لو انا معاكم. بصوا بقى يا حبايبي، النشا اهي معايا معلقه، او زي ما انتم شايفين معلقه من النشا. طبعا النشا مش مستحب للرز بلبن بالذات ان هي يتكتر فيها يا جماعه. يعني وادي الفانيليا اهي معانا، انا بحط 2 باكيت الفانيليا. صليتوا على النبي. هي حاجه حلوه كده للعيال يا جماعه. علي ايدك شويه اهو. بصوا بقى الرز بلبن بتاعنا بقى ما شاء الله عليه. وظبطت السكر، طبعا السكر حسب ما انت تحبي. يعني مش مساله ان احنا مثلا هنحط بتاع ده المعايره في السكر بالذات، دي بتاعتكم انتوا بقى، كل واحد وحسب ما بيحب. تمام، ونحط الاثنين يدوا ريحه حلوه كده معانا اهو زي ما انتم شايفين كده. وهنبتدي نقلب تقليبه حلوه كده. بصوا بقى في هنا حاجه، بصوا معايا جوز الهند اهي. هتقولي ايه ده انت بتحطي في الحله؟ ان انا ما بحبش احطها تلقائي فين، على البتاع ده اهو، على الوش الطبق. يعني يكون هنا افضل، تدي ريحه وطعم، ويكون يعني هي دابت سنه. للناس اللي هي ما بتحبش الجوز الهند على الوش هتفهم اللقطه اللي انا بعملها دي يا جماعه، والتركايه اللي انا بعملها دي. وفي نفس الوقت هتدي ريحه جميله، وفي نفس الوقت هتدوب سنه مع ايه، مع السخونيه. تمام، انا من الناس اللي ما بحبش الحاجه دي على الوش، وش الطبق يعني. اهو هنسيبها بقى ايه، زي تدي بقبقه كده، عشان احنا حطينا النشا لازم تقلب قلبه كده. وهغرف على طول. علي ايدك يا احمد شويه. بصوا حبايبي، صلوا على النبي بقى كده. بصوا، نص كيلو من الرز على حوالي كيلو من اللبن. انا ما حطيتش اللبن كله. كيلو من اللبن على نص كيلو رز. بس اهم حاجه يا جماعه في الموضوع ان يكون اللبن حلو. يعني انا ما لقيتش قشطه، انا بعت اشوف قشطه اللي هي ام 5 جنيه دي، العلبه اللي هي ام 5 جنيه الصغننه دي. احنا بنعمل الرز بلبن ده من وقت للتاني كده، اما يعني اما بنشتغله كده فبنروح عاملينه. انا طبعا برش هنا جوز الهند، بس مش هرش على الاطباق كلها لان ايه، في بيحب كده وفي ما بيحبش كده. طبعا انا هستكفى بس ايه، بدول كفايه ال4 اطباق دول. تمام، هيبقى نص كيلو من الرز عمل لنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. طبعا هي بولات، على اللي هي بولات الصغننه دي. وبس ايه، عشان البولات اللي عندي الازاز دي خلصت، فايه اضطريت استعمل دول ماشي، واللي هو في النص ده برضو. تمام، صليتوا على النبي. بس قلنا نص كيلو من الرز على كيلو من اللبن. بس لو اللبن دسم ومن مصدر موثوق منه هيطلع لكم رز بلبن جميل، وعليه طبقه قشطه زي ما انتم شايفين كده. قرب يا احمد كده.
هيطلع لكم طبقه قشطه بالطريقه دي، ولسه لما هيقعد شويه كمان يا جماعه، وطعمه تحفه جدا حقيقي يعني. ماشي. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.